السلام عليكم ومرحبا بكم معايا بقناه كويزين حفيظات دسكوت. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا الفيديو ديال اليوم. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ولا كتشاهدوا الفيديو ما تنسوش انكم تشتركوا فيها بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بوصفاتي المقبله. وكيف ما كتشاهدوا معايا اليوم غادي نشارك معكم صابلي بعقده ديال اللوز. كيجي المذاق ديالو رائع، كيعطينا داك المزيج ما بين الصابلي وما بين اللوز. عطاونا كيف ما قلت لكم مذاق اللي كيجي زوين بزاف. فإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليو لي لايك وتعليق، وغادي ندوزو مباشره للمكونات وطريقه التحضير. وغادي نبداو اولا بمكونات ديال الصابلي. هنايا عندنا 125 غرام ديال الزبده، وعندنا 100 غرام ديال السكر كلاصي، وعندنا نصف كاس ديال الزيت نباتيه، وعندنا بيضه كامله، وعندنا ساشي ديال الفاني، وعندنا الدقيق تقريبا 350 غرام. هنايا في اناء اللي غادي نخلط فيه المكونات خديت الزبده والسكر كلاصي وغادي نخلطهم مع بعض جيدا حتى كيذوب لينا السكر مع الزبده. وهنايا ضفت الزيت وغادي نخلطهم حتى كيندمجوا ليا المكونات مع بعض. وغادي نضيف الفاني وكذلك ضيفوا قبصه ديال الملح وحنا كنخلطوا. وغادي نضيف البيض صافي. هنايا من بعد ما خلطت المكونات كاملين غادي نبدا نضيف الدقيق يعني تدريجيا، وحنايا كنجمعوا المكونات اولا الخليط حتى كنحصلوا على عجينه اولا باط اللي كتكون رطبه. فهنايا الصابلي ما كيبغيش يتعجن، فقط كنجمعوا غير بالاصابع ديالنا. وهنايا الدقيق تقريبا 350 غرام، كيبقى على حسب نوعيه ديال الدقيق. صافي هنايا من بعد ما جمعت لاباط كتكون على هذا الشكل هذا، يعني كتكون رطبه ما تكونش قاصحه. وغادي نديرها في بلاستيك غذائي باش غادي نعملها في الثلاجه ترتاح ليا واحد المده ديال ربع ساعه. هنايا من بعد ما ارتاحت ليا في الثلاجه ربع ساعه خديتها غادي ندلكها ما بين جوج بلاستيكات، وحده كنعملوها لتحت وحده الفوق، وغادي نسرحها بالدلاك على هذا الشكل هذا. يعني ما كتكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه بزاف، كيف ما كتشوفوا معايا تيكون السمك ديالها على هذا الشكل. وهنايا خديت طابع اللي تيكون دائري، يعني اي طابع متوفر عندكم تيكون على شكل دائري. انا هنايا الطابع عندي الحجم ديالو شويه يعني الحجم كبير، يمكن لكم تعملوا يعني كيبقى على حسب الحجم اللي بغيتو ديال الصابلي. صافي هنايا من بعد ما قطعت الصابلي دوائر على هذا الشكل عملتها في اللاطه ديال الفرن. وغادي ندخلو الصابلي ديالنا الفران اللي تيكون سخون حتى كيطيب لينا من التحت، وعاد كنشعلوا ليه من الفوق. ما يطيبش لينا بزاف، يعني يطيب لينا غير تقريبا نصف طيبه، تيكون على هذا الشكل هذا لاننا غادي نعاودوا ندخلوه المره الثانيه للفرن، يعني ما تخليوش حتى يتحمر لكم بزاف. وعندنا في المكونات ديال العقده ديال اللوز خديت 250 غرام ديال بودره ديال اللوز اولا غبره اللوز، وعندنا 125 غرام ديال سكر سنيده، وعندنا ملعقه صغيره ديال الزبده، وعندنا قشور ديال ليمونه، يعني ليمونه اللي حكيت ليها القشره ديالها، يمكن لكم تعوضوها بسكر نكهه زهره البرتقال. وعندنا جوج معالق كبار ديال ماء الزهر، وعندنا بيضه كامله، وكذلك عندنا قبصه ديال الملح. وغادي ندوزو هنايا باش هنايا خديت هاد الاله هادي باش غادي يعني نجمع المكونات اولا غادي نطحنوا يعني السكر مع بودره ديال اللوز حتى كندمجوهم مع بعض مزيان. صافي هنايا من بعد ما تخلط ليا السكر مع بودره ديال اللوز غادي نضيف ليه قشور ديال الليمونه وملعقه صغيره ديال الزبده،
وجوج معالق كبار ديال ماء الزهر، وغادي نخلطهم مع بعض مزيان. كيف ما قلت لكم يمكن لكم تعوضوا قشره ديال البرتقال بساشي ديال نكهه زهره البرتقال. صافي هذا هو الخليط ديال العقده، تيكون على هذا الشكل هذا. دابا غادي نضيف ليه البيض وحنا كنخلطوا، لان خاصنا العقده ما تكونش يعني ما تكونش لينا يعني جاريه وما تكونش قاصحه بزاف، كتكون على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. فانا المكونات اللي عطيتكم راه كتاخذ لكم بيضه كامله. بالنسبه للصابلي كذلك اللي عطيتكم اللي غادي يقد لكم يعني هذه هي المكونات اولا الكميه ديال العقده ديال اللوز كيف ما كتشوفوا معايا كيف كتجي، يعني كتجمع لينا بالايد. وهنايا عملتها في البوش اللي تيكون الراس ديالو على هذا الشكل هذا. يمكن لكم ديروا اي راس اللي غادي يعطيكم يعني الشكل ديال الورده من الفوق ديال الصابلي كيف ما غادي تشوفوا معايا. صافي انا هنايا كناخذ الصابلي وكان ندير عليه العقده ديال اللوز بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا، وكنبدا نسد الجوانب اولا داك الاطراف ديال العقده اللي كيتسدوا لينا. كنجمعهم بلوزه، يعني كيف ما قلت لكم العقده ديال اللوز ما خاصهاش تكون جاريه، يعني ما تكونش رطبه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف، باش الا يعني دخلتوا الصابلي الفرن ما كتخسرش لكم يعني الشكل ديال الصابلي اولا الشكل ديال الزواقه اللي عملتو من الفوق. صافي غنبقاو على هاد الطريقه هذه وانتم كتضغطوا على العقده ديال اللوز، يعني كتضغطوا عليها مزيان باش كيخرج لكم الشكل، كتخرج لكم على هذا الشكل هذا. غنبقى على هاد الطريقه هذه يعني حتى كنشكل الكميه كامله ديال الحلوى ولا الصابلي بالعقده ديال اللوز. فكيجي المذاق ديالها رائع كيف ما شفتوا معايا. ضفنا فيها المذاق ديال البرتقال، عطاتنا مذاق اللي كيجي لذيذ بزاف. فيمكن لكم كذلك الا بغيتوا تزيدوا يعني واحد الملعقه كبيره ديال الكونفيتير ديال المشماش، يعني تضيفوه في العقده ديال اللوز حتى هو كيعطينا ليها كذلك مذاق اللي كيجي زوين. فانا هنايا اكتفيت فقط بالقشور ديال الليمون، يعني كيبقى على حسب يعني المتوفر عندكم. صافي كنبقى على هاد الطريقه هذه كيف ما قلت لكم حتى كنكمل الكميه كامله. كيف ما كتشوفوا معايا الطريقه راها سهله وكتعطيكم واحد النتيجه ديال صابلي اللي كيجي راقي وكيجي زوين لا في المنظر ولا في المذاق. صافي هنايا من بعد ما كملت يعني الكميه كامله كنعاودو نديروهم في اللاطه ديال الفرن، وكنشعلوا الفرن اللي تيكون يعني كنشعلوا ليه غير من الفوق حتى كياخذ لينا داك اللوز. راه كيف ما عندناش شي حاجه اللي غادي طيب بزاف حتى كياخذ لينا اللوز داك اللون اللي تيكون يعني ما تيكونش احمر بزاف، فقط غير كيتذهب لينا اللوز فكتكون راها واجده. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجناها من الفرن كيف ما شفتوا معايا. فقط غير كيقبط داك اللوز يعني راسو وكيعطينا يعني هذا الشكل هذا. وخديت سكر كلاصي كيف ما كتشوفوا معايا وغادي نبدا ندردرو عليه على صابلي من الفوق. فقط كندردرو غير شويه ديال السكر كلاصي كيعطيها كذلك شكل اللي كيعطيها شكل اللي هو زوين. وهنايا خديت الكونفيتير يعني كونفيتير عادي ديال الليمون اولا ديال المشماش اللي ضفت ليه واحد الملعقه كبيره ديال الجليكوز، يعني كتاخذوا 3 ديال المعالق كبار ديال الكونفيتير مع ملعقه كبيره ديال الجليكوز وكتخلطوهم مع بعض مزيان وكتعمروا بهم هاد الحفيرات اللي كيبقاو لينا الوسط في الصابلي.
بهذه الطريقه هذه. ولا عندكم النكهه ديال الليمون، يمكن لكم تاخذوا كيف ما قلت لكم 3 ديال المعالق كبار ديال الناباج مع ملعقه كبيره ديال الجليكوز مع يعني القليل من النكهه ديال الليمون، يعني راس معلقه، وكتخلطوهم مع بعض مزيان ولا كدوزوهم فوق البوطه حتى كيتخلطوا لكم مزيان، وكتعمروا بهم الحفيرات على هذا الشكل هذا. صافي هنايا من بعد ما غادي نكمل الصابلي كامل بالكونفيتير، غادي ندخل عاود اللاطه للفرن اللي تيكون سخون، ولكن النار يعني كنطفيو عليه النار وكنخليوه في الفران فقط، غير كيشد لينا داك الكونفيتير اللي درنا فيه مع الجليكوز وصافي، وتنخرجوا اللاطه من الفرن. يعني غير باش داك الكونفيتير كيتجمع من بعد ما كتبرد لينا تيبرد لينا الصابلي. وهذا هو الشكل ديالو النهائي كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما تشوفوا معايا. الزواقه اللي عملنا بالعقده ديال اللوز من الفوق يعني كتبقى كيف ما هي، كيف ما كديروها كيف كتبقى. والصابلي كيجي تا هو على هذا الشكل هذا، يكون لينا يعني كتحمر لينا من الاسفل وكتجي طايبه، وكيجي المذاق ديالها رائع. يعني داك المزيج ديال الصابلي مع العقده ديال اللوز مع الكونفيتير مع يعني داك المذاق ديال الليمون، عطى واحد المزيج اللي كيجي رائع وكيجي لذيذ في المذاق. فكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم اولا وصفه اليوم اللي شاركت معكم تنال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك وتعليق، وكنقول لكم شكرا على المشاهده، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا معايا الفيديو ديال اليوم. ومرحبا بكم معايا بقناه كويزين حفيظه تداسكوت. فيديو اليوم كيف ما كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم صابلي بالنوغا والكراميل، كيجي رائع. يعني تخيلوا معايا بداك المذاق ديال النوغا مع الكراميل مع الصابلي، كيجي رائع بريستيج بطريقه اللي هي سهله، بمكونات كذلك اللي هي سهله. قدرت تنجح معكم النوغا وتحصلوا على صابلي بهذا الشكل هذا، والمذاق اكثر من رائع. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش انكم تشتركوا فيها والضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، وندوزو نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. واول حاجه غادي نبداو بها اللي هو الصابلي. هنا غادي ناخذ الزبده 250 غرام، اي رابعه ديال الزبده اللي كتكون حيوانيه. غادي نضيف ليها كاس عامر ديال السكر كلاصي اللي كنغربلوه. من الافضل انكم تغربلوا السكر كلاصي ملي كانوا فيه دوك الحبيبات باش يجيكم ساهل الا بغيتوا تخلطوه هكا مع المكونات. صافي من بعد هنا غادي نضيف واحد ربع كاس ديال الزيت المائده، واحد القبيصه ديال الملحه، ديروا حتى ساشي ديال الفانيلا. صافي وغادي نخلط هاد المكونات مع بعض مزيان. انا هنا لان الا درتو زبده حيوانيه ما محتاجينش انكم ديروا بزاف ديال الزيت، يعني درت غير ربع كاس فقط. اما الا درتو زبده يعني مارغرين كديروا معاها تقريبا كاس ديال الزيت. صافي من بعد ما نخلط المكونات مع بعض مزيان، دابا غادي نضيف ليهم 2 ديال البيضات وغادي نخلط الخليط مزيان. ضروري اننا نخلطوا الخليط الاول اللي هو ديال الزبده والسكر والبيض، نخلطوه مزيان مزيان تنحصلوا على واحد الخليط اللي تيكون على شكل يعني كريمي. عاد نضيفوا الدقيق. هنا عندنا الدقيق اللي تيكون حتى هو مغربل، ابقاو تضيفوه هنا تدريجيا وتبقاو تخلطوا غير باطراف الاصابع، يعني ما تعجنوش. كتعرفوا بان الصابلي ما كيبغيش يتعجن، كيبغي فقط انه غير يتجمع. يعني حاولوا انكم غير تبقاو تجمعوه بحال هكذا. صافي حتى كيتجمع لكم. صافي درتو في بلاستيكه وحطيتو في الثلاجه واحد المده ديال ربع ساعه، يعني حتى كتقبط لينا هكا العجين راسها. صافي ومن بعد هنايا كنخرجها كيف ما كتشوفوا معايا، قسمتها على 2 وغادي ندلكها. يعني من الافضل انكم تقسموها احسن على 2 باش تجيكم ساهله. لا يعني لا طبعتوها وعاودتو يعني حيدتو دوك الجوانب ما يكونوش لكم كتار بزاف.
صافي دابا هنا خديت الدلاك وغادي نسرح العجينه، يعني تكون يعني ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف، بهذا الشكل هذا. صافي من بعد ما سرحتها كيف ما شفتوا معايا خديت هاد الطابع هذا، يعني اي طابع دائري عندكم، وكنطبع بها، كنطبع العجينه كامله بالطابع. يعني اختاريت هذا شكل دائري كيجي هكا الشكل ديالو زوين وسهل. صافي هنا من بعد ما طبعت العجينه كديروا كتبقاو تهزوا الصابلي ديالكم وديروا في اللاطه ديال الفرن اللي يعني ما تحتاجوش انكم تدهنوها، لان الصابلي راه ما تلصقش لان فيه الزبده، ما غاديش يلصق لكم في اللاطه، ولا تفرشوا فيها ورق ديال الزبده. صافي هنايا من بعد ما غادي نطبع الصابلي كامل اولا العجينه اللي عندي كامله وغادي نديرها في لاطه الفرن. يعني الفران ديالنا تنكونوا شاعلين ليه حنايا في هذه المرحله هذه كتكونوا شعلتوا الفران. صافي اللي كتنقصوا ليه من بعد ما كتدخلوا ليه اللاطه وكتنقصوا ليه النار. صافي وكتخليو الصابلي ديالكم يطيب، يعني من التحت هو الاول، عاد كتشعلوه من الفوق، ولكن النار تكون مهيله، يعني تخليوه يطيب على خاطرو باش هكا تيجيكم مقرمش. ودابا غادي ندوزو نحضروا النوغا. بالنسبه للنوغا هنايا خديت 50 غرام ديال الجليكوز و50 غرام ديال السكر سنيده و50 غرام ديال الزبده حيوانيه. وهنايا بالنسبه لي فخوي كونفي كيف ما كتشوفوا معايا. وهنايا عندنا الرقائق ديال اللوز تقريبا 100 غرام. غادي ناخدو اما كسرونه اولا المهم تاخدو كسرونه اللي غادي نديرو فيها المكونات. غادي ندير الجليكوز. هنايا منين تكونوا كتهزوا الجليكوز اولا كتحيدوا حاولوا انكم داك الملعقه دوزوها في الماء، يعني باش تسهل عليكم انكم تهزوه وتحطوه. صافي منين درت انا الجليكوز درت السكر سنيده والزبده، غادي نديرهم مباشره فوق النار وغادي نخليهم حتى يذوبوا. ما تنساوش ديروا حتى واحد الملعقه ديال الماء. صافي غادي نحطها فوق النار وغادي نخلي الزبده تذوب لينا هي والجليكوز والسكر، يعني غادي تخليوهم يذوبوا هكا حتى تشوفوا معايا حتى يعني تيطبخوا مزيان. صافي راه السكر راه داب. صافي هنايا كيف ما شفتوا معايا راه المكونات دابوا لينا مزيان. صافي دابا غادي نطفي النار وغادي نضيف المكونات، يعني غادي نضيف داك اللوز ايفيلي وغادي نضيف كذلك دوك الفواكه المعسله اللي قطعوهم الا كانوا هكا كبار، حاولوا انكم تقطعوهم يكونوا صغار. غادي نضيفهم حتى هما. اني درت غير واحد شويه، واحد 30 غرام، غير شويه هكا باش يعطيونا اللوينات. صافي هنا من بعد ما وجدت لينا النوغا بهذا الشكل هذا خليتها هي دفات لينا شويه. خديت هاد المول هذا سيليكون اللي كيدخل الفران، يعني خاص بالطياب، حيت كاين السيليكون اللي خاص بالطياب وكاين السيليكون اللي خاص بالثلاجه. هذا خاص بالطياب يعني كيدخل الفران. صافي غنبقى ناخد كيف ما كتشوفوا معايا نبقى نعمر دوك الفراغات اللي عندنا في المول كاملين، لان انا خديت هنايا هذا المول هذا على نفس الشكل ديال الطابع اللي طبعت به الصابلي، يعني دائري. المول دائري والطابع كذلك ديال الصابلي دائري. صافي هنايا غادي ندير النوغا ديالنا كامله في المول، وكذلك الفران راه تيكون مشعول يعني تيكون سخون، وكتدخلوا النوغا الفران. يعني كتخليوها كطيب، ما تفوتوش فيها الطياب باش ما تجيكمش قاصحه. يعني ان فوا تشوفوها هكا بدات كطبخ غتبدا هكا تطبخ ليكم في منين تطلعوا عليها صافي راها واجده، يعني صافي خرجوها. لانكم الا خليتوها مازال راه غادي يعني غتفوت الطياب وغادي تخرج لكم هكا كحله. اللون ديالها غيخرج غامق، يعني داك اللون البني الغامق، والمذاق ديالها ما غيكونش زوين. يعني ردوا معاها البال لان راه دغيا كطيب.
صافي هنايا من بعد ما دخلتها للفران وخرجتها وخليتها، ملي كتخرجوا عاوتاني المول ديالكم من الفران كتخليوه حتى كيبرد تماما، يعني حتى كتبرد لكم عاد بامكانكم تزولوها من المول، لانها غادي تخسر لكم هكا الفورمه ديالها، غادي تخسر الا حيدتوها وهي باقا سخونه. صافي هذا هو الشكل ديال النوغا ديالنا كيف كتكون بهذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نزولها كامله، وغتشوفوا معايا الشكل ديال الصابلي والنوغا. صافي هنا من بعد ما طاب لينا الصابلي وجدنا النوغا حتى هي، غادي ندوزو دابا باش غادي نلصقوهم مع بعضياتهم. كيف ما كتشوفوا معايا الصابلي كيفاش يعني كياخذنا داك اللون الذهبي، والنوغا ديالنا كذلك حتى هي كتكون بهذا الشكل هذا. كيف ما شفتوا معايا ساهله، مكونات اللي هما يعني ساهلين، تقدروا تحضروا النوغا ديالكم غير في الدار. صافي هنا غادي ندوز باش نلصقهم. هنايا خديت الكراميل، هذا الكراميل هذا صوبته داير في الدار، يعني يمكن لكم تلصقوا بنيسلي كراميل، كيف يمكن لكم كذلك تلصقوا بالناباج مع الجليكوز. كتخلطوا يعني كديروا 2 معالق ديال الناباج مع 2 معالق ديال الجليكوز، كديروهم فوق النار حتى كيطبخوا لكم، تخليوهم حتى كيبردوا وتتبداو تلصقوا بهم. كيف يمكن لكم كذلك تلصقوا بالشوكولات، يعني التلصيقه اللي عندكم واللي قدرتوا انكم توفروها تقدروا تلصقوا بها، ولكن راه المذاق ديال الكراميل كيجي واعر، تيجي بنين. صافي هنايا كنديروا شويه ديال الكراميل كيف ما كتشوفوا معايا، وكنلصقوا النوغا ديالنا فوق الصابلي بهذا الشكل هذا. كيف ما شفتوا معايا الشكل كيجي زوين، يعني كتحصلوا على واحد صابلي اللي بريستيج، تقدروا تحضروه غير في المنازل ديالكم، وكتحصلوا على واحد الشكل اللي هو راقي وسهل في التحضير. وكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم اللي شاركت معكم يعجبكم هذا الشكل ديال الصابلي وتصاوبوه وينجح معكم. وما تنساوش الا عجبكم الفيديو تخليو لي لايك وتعليق، وشكرا لكم على المشاهدة. مع السلامة.